عشان كده اسمك دايما مرتبط بالانتقال لنادي الزمالك. دايما اللي بيبقى عنده مشاكل مع الاداره الفنيه سواء في الزمالك او في الاهلي، دايما في كل تنقلات، في كل بدايه موسم نهايه موسم، طلع قطر راح هنا راح هنا، لكن المفاوضات مع نادي الزمالك بالنسبه لاحمد عبد القادر دايما قائمه ومحطوطه على الديسك. كل واحد بيحاول يجتهد وخبر بينزل هنا وهنا، لكن لا ما فيش ما فيش الكلام ده. مفيش. لا مفيش تفاوض ولا في حد اتكلم ولا حد كلمك خالص. لا ولا في اي نوايا ولا ما اعرفش نوايا يعني بس كتفاوض وكده لا ما فيش الكلام ما حصلش. لكن لو انت الطريق مسدود معاك في النادي الاهلي مع كولر ممكن يكون في اي جديد. لا مش جديد ان انا اروح زمالك على يعني مش هي القصه مش فكره ان احنا مش هنا يبقى هنا لا هي القصه كلها انا تحت امر النادي في الوقت اللي بيطلبني فيه. حلو. النادي مش طالبني خلاص، ما انا النادي لو قال لي مع السلامه يعني من حقك بقى تعمل اللي انت عايزه. لا مش